بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل برضو الطرح الكسور بعد ما بدأنا ازاي نجمع الكسور. طبعا لو انا قدرت اجمع الكسور صح هقدر ان انا اطرحها برضو صح، مفيش اي مشكلة. طيب تعالى نشوف كده هنجمع ازاي الكسور دي. برضو نفس الكلام، الشرط بتاعي ان الكسور هنا يبقى مقامها متحد او متساوي. طيب عندي مقام 3 ومقام 6، ما ينفعش اطرح على كده، انما لازم ان انا اوحد المقامات دي. طيب المقام 6 يقبل قسمة 3، خلاص يبقى دي الحالة الأولى. يبقى أنا في الحالة دهيت هاخد المقام الأصغر وأضربه في عدد عشان يبقى زي المقام الأكبر. من العدد ده 3 نضرب في كام يديني 6، يبقى أنا هضرب في 2. أو ناتج قسمة ال6 على 3 فيها الاتنين، يبقى أنا هضرب هنا في 2. طيب هضرب في البسط وأضرب في المقام. مسألتي هتبقى 2 في 2 ب4 و2 في 3 ب6 ناقص هنا 1 على 6. هحط المقام بتاعي 6 زي ما هو وأطرح بقى المرة دي. 4 ناقص الواحد هنا يديني 3، برضه هسيبها، مش هسيب كسري إلا في أبسط صورة. 3 هقسمها على 3 فيها الواحد، وأقسم 6 على 3 فيها الاتنين. تمام. أروح على المسألة التانية برضه بنفس الطريقة. هنا المقام 9 والمقام هنا 3، يبقى أنا مش هعرف أطرح إلا لما يبقى المقامين دول زي بعض بالظبط. طيب هنا المقام 9 بيقبل قسمة على المقام 3. طيب يبقى أنا هاخد المقام الصغير اللي هو 3 وأضربه في عدد عشان يبقى زي التسعة. طب 3 تنضرب في كام يديني 9؟ 3 في 3. أو ناتج قسم 9 3 فيها 3، يبقى أنا هضرب هنا في 3 وهضرب برضه هنا في 3. العدد الصح بسيبه زي ما هو دايما. لما يبقى المقامين زي بعض. طيب الأربعة هنا بتقبل قسمة على الاتنين، خلاص يبقى أنا هاخد الاتنين دي أضربها أنا في عدد عشان أخليها زي الأربعة. الاتنين في كام يديني 4، يبقى 2 في 2. بضرب البسط وبضرب المقام، منسيبش لازم زي ما ضربت المقام في عدد أضرب البسط في نفس العدد عشان أحافظ على قيمة البسط. طيب إيه اللي هيحصل؟ المقام بتاعي 4 و2 في 1 ب2 والعدد الصح بتاعي 6 ناقص هنا برضه المقام بتاعي 4 وهنا 3 وهنا 1. طيب هطرح، هحط المقام زي ما هو الأربعة. هنا بقى هاجي أطرح هيقابلني مشكلة، إيه هي؟ إن هنا هو بقيمة المقام عندي 4، يبقى أنا هستبدل الواحد ده. طب وأنا كان عندي 2، يبقى أنا هزود 4 يديني 6. طيب هطرح هنا، أصبح كده أقدر إن أنا أطرح 6 ناقص 3 يديني 3، وهنا 5 ناقص الواحد يديني 4. يبقى ناخد بالنا من الاستلاف في الكسور، إن أنا هستلف من العدد الصحيح فباخد منه 1، يبقى 6 بقت 5. الواحد الصحيح اللي أنا استلفته ده مش ب10 زي العدد الصحيح، إنما هستلفه بقيمة المقام. لو المقام 4 يبقى الواحد الصحيح ده اللي أنا استلفته ب4. لو المقام 8 يبقى أنا هستلف الواحد ده ب8. لو ب6 يبقى الواحد ب6. لو ب10 يبقى الواحد ب10. يبقى الواحد الصحيح اللي احنا بنستلفه في الكسور بيبقى بقيمة المقام. طيب استلفت الواحد ده والمقام عندي 4، يبقى الواحد اللي انا استلفته ده ب4 وكان عندي اصلا 2 فيبقى 6 واطرح بقى عادي. 3 على 4 كده في ابسط صورة. يبقى انا كده قدرت اطرح الكسور دي. هروح على النوع التاني في حالة لو المقام الأكبر لا يقبل قسمة على المقام الأصغر. طب هنا أعمل إيه؟ يبقى زي ما اتفقنا هوحد المقامات هنا بحاصل ضرب المقامين دول. يبقى أنا أضرب 2 في 3 يديني 6، أو هاخد مضاعفات الكبير اللي ممكن يقبل قسمة على الصغير. فهنا مضاعفات ال3 هي ال6 وهكذا. طيب أنا هاخد ال6 دي تقبل قسمة على 2، خلاص يبقى أنا أقدر أوحد المقامات هنا بال6. يبقى المقام هنا هيبقى 6 والعدد الصح 7 ناقص المقام برضو هنا 6 والعدد الصح بتاعي 1. طيب البسط هجيبه ازاي؟ قلنا يا اما اقسم المقام على المقام واضرب في البسط، او اعمل مقص 1 في 3 ب3 و2 في 1 ب2. بس لو عملت مقص اخد بالي ان انا ببدا من هنا الاول في الطرح، لازم ابدا من هنا 1 في 3 ب3 و2 في 1 ب2. او اقسم 6 على 2 فيها 3، 3 في 1 ب3 و6 على 3 فيها الاتنين، 2 في 1 ب2. بعد كده هقول الكلام ده بيساوي، احط المقام بتاعي 6 زي ما هو واطرح البسط ناقص البسط 3 ناقص 2، طبعا ده طرح عادي خالص مش محتاج استلاف، وهنا 7 ناقص الواحد هيديني 6. طبعا 6 وسدس كده في أبسط صورة. هروح هنا برضو المقام الكبير 5 لا يقبل قسمة على 4، يبقى أنا واحد المقامات بحاصل ضربهم أو مضاعف ال5 اللي ممكن يقبل قسمة على ال4.
طيب حاصل ضربهم 20 ومضاعف برضو 5 اللي هيقبل قسمة على 4 هلاقي برضو 5. هزود 5 يبقى 10 مش بتقبل على 4. هزود 5 يبقى 15 مش بتقبل على 4. ازود 5 يبقى 20 تقبل على 4. يبقى هنا واحد المقامات هنا بلا 20 والعدد الصح بتاعي زي ما هو. يبقى هنا 20 والعدد الصح هنا 2. طيب هجيب البسط ازاي؟ يبقى 3 في 5 ب15 ناقص 4 في 1 ب4 أو 20 على 4 فيها ال5 5 في 3 ب15 20 على 5 فيها 3 3 في 1 20 على 5 فيها 4 4 في 1 ب4. طيب أبدأ أطرح. هسيب المقام بتاعي زي ما هو واطرح 15 ناقص 4 يديني 11 و5 ناقص 2 يديني 3 ومش هقدر إن أنا أبسط عن كده. هنا نفس الكلام المقام بتاعي هيبقى 3 في 5 ب15 يبقى أنا هنا عندي 15 العدد الصح بتاعي 7 وهنا برضو 3 المقام بتاعي 15 العدد الصح بتاعي 1 وهنا 1 في 5 ب5 وهنا 3 في 4 ب12. هنا برضه هتقابلني مشكلة الاستلاف المقام بتاعي 15. طيب هنا هطرح 5 ناقص 12 طبعا مش هينفع. طب أعمل إيه؟ يبقى استلف. مين اللي هيسلفني؟ العدد الصحيح. طيب آخد منه واحد بس وأسيب الباقي فيبقى السبعة دي هتبقى 6. الواحد اللي أنا استلفته ده هيكون قيمته ب15 لأن المقام هنا 15. طيب وأنا عندي 5 أصلا فيبقى عندي 20. يبقى ال20 دي جت منين؟ ال5 اللي كانت موجودة أصلا في البسط اللي احنا استلفنا لها واستلفنا واحد صحيح بقيمة المقام والمقام عندي 15. يبقى هنا الواحد هنا هنستلفه ب15 15 و5 يبقى 20. 20 أطرح منها من 12 يديني 8 وهنا الستة أنا أطرح منها الواحد يديني 5. 8 و15 مش هنقدر نبسطها أكتر من كده فيبقى الناتج 5 صحيح و8 على 15. آخر تمرين بقى معايا في الطرح. في حالة طرح عدد صحيح ناقص عدد كسر. طيب هنا نعمل إيه؟ طبعا ما ينفعش أطرح خالص بالشكل ده لازم العدد الصحيح ده اطرح منه عدد صحيح. انما عدد صحيح اطرح منه عدد كسري لازم ان انا احول الشكل ده للشكل ده فيبقى لازم ان انا احول العدد الصحيح ده الى عدد صحيح وكسر. ازاي؟ هاخد منه واحد يبقى الستة دي هاخد منها ايه؟ واحد فتبقى 5. طيب وبعدين الواحد الصحيح دهوت هعمله كسر بسطه يساوي مقام. طيب اجيب اوجده ازاي ده؟ عن طريق المقام ده. المقام هنا 3 يبقى انا هنا اقول له بيساوي 3 على 3 وبالتالي اقدر بقى ان انا اطرح الكسر العدد الاخر اللي هو 4 و3. يبقى في حالة طرح عدد صحيح في حالة طرح عدد صحيح ناقص عدد كسري بعمل ايه؟ باخد من العدد الصحيح ده واحد. الواحد دوت اعمله كسر. طيب كسر يبقى مقامه بيساوي بسطه لان الواحد صحيح بيساوي اي كسر بس بسطه يساوي مقام. طيب على حسب المقام اللي عندي لو هنا 3 اعمله انا 3 على 3 لو هنا 4 اعمله 4 على 4 عشان يبقى عندي مقامات متحدة واقدر ان انا اطرح. طيب هسيب المقام بتاعي 3 زي ما هو واطرح 3 ناقص 2 بواحد و5 ناقص 4 بواحد ومش هقدر ابسط عن كده. طيب نفس الفكرة هنا عندي هنا 8 صحيح عايز اطرح منها 2 و3 أتمان. طيب اعمل ايه؟ يبقى انا في الحالة دهيت برضه نفس الكلام العدد الصحيح بتاع ال8 ده هخليه انا 7 هاخد منه واحد صحيح. طيب والواحد صحيح ده اعمله كسر. الكسر ده لازم بسطه يساوي مقام على حسب المقام اللي هنا. المقام هنا 8 يبقى انا اعمله 8 على 8 اطرح منه 2 و3 أتمان. طيب في الحالة ده اعمل ايه؟ احط المقام بتاعي 8 زي ما هو واطرح 8 ناقص 3 5 و7 ناقص 2 5. ال5 أتمان هنا مش هتبسط عن كده وبكده انتهى درس الطرح.